السلام عليكم خياتي وحباباتي. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا كامل ونسلموا على رسول الله. ان شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو تكونوا كامل في الصحه وفي الهنا وفي احسن حال. اليوم خياتي من ضمن الوصفات الصيفيه مع راه سخن الحال والحق علينا الصيف، جبت لكم وصفه فطائر المقلاة، وصفه رائعه تجي شابه وبنينه وخفيفه. شوفوا خياتي في ربع ساعه ناكد لكم ونضمن لكم ربع ساعه نتوما ديروا فطوركم ولا عشاكم. صدقوني خياتي وصفه سريعه وبزاف بنينه. كيما راكم تشوفوا توجدوها غير في الطاجين، تجي هشيشه وخفيفه وتجي مقرمشه من الفوق. تبعوا معايا خياتي المقادير باذن الله كما راح تنجحوا فيها، سورتو للمبتدئات. اي وحده راح تدخل المطبخ اول مره جربيها وعينك مغمضين. شوفوا انا درت 3 كيسان تاع فرينه على حسب العائله، انا عائلتي غير صغيره سما درت غير 3 كيسان، وراح تخرج لكم زوج خبزات الله يبارك تاكلوا وتشبعوا. كيما راكم تشوفوا درت 3 كيسان فرينه، درت مغرفه صغيره تاع ملح، مغرفه صغيره تاع خميره تاع الخبز، مغرفه صغيره تاع سكر كيما شفتوني، المغرفه تاع الديسير ماشي كبيره. ودرت رشه ولا نصف مغرفه صغيره تاع خميره تاع الحلويات، وشديت نص كاس تاع زيت وبسست كلش. كيما راكم تشوفوا الطريقه راهي واضحه. نجيب لهنا حليب يكون دافي، نتوما ما عندكوش الحليب عادي لموها بالماء. وشنو هنا ضفينا الحليب غير باش العجينه تطلق روحها وتساعدنا في الخدمه، هذا ما كان. هي ما تحتاج تخمر ولا تطلع ولا غير ترتاح غير شويه. هنا يا ربي تلموا العجينه تاعكم ادخلوها ترتاح، تخدموا العجينه التكشوكه تاعكم عفوا، تخلوها تبرد غير شويه ربع ساعه، بداو طيبوا ربع ساعه وانتم درتوا عشاكم ولا فطوركم. ما تبطاو في الكوزينه، ما تسخنوا ما والو. وصفه سريعه وبزاف بنينه. كيما راكم تشوفوا انا هذه الكميه تاع الفرينه دات لي كاس كامل، نتوما تقدروا تديكم كاس كامل كيما تقدر ديكم تبقى لكم واحد من الكاس واحد المغرفه تاع حليب. دوكا كل واحد يحسب الفرينه تاعو. انا درت لي كاس كامل، لميت العجينه تاعي وراني ندلك فيها واحد لمده 2 دقائق هكاك. شوفوا مع راهي مبسه وكامل، لازم تدلكوها غير شويه باش تحكم روحها، ما تبقاش تتشقق لكم كي تكونوا تخدموا فيها. على هذه رانا ندلكو فيها غير شويه. هنا العجينه يتبان مبسه، راه فيها كميه كبيره تاع زيت، شغلي كي تدلكوها مليح الخدمه تاعها راح تساعدكم. هنا نلموها عادي ونجو نكوروها. وشنو هنايا المره الاولى انا كورتها كويرات صغار، من بعد بانت لي رقيقه، انا من بعد لميتها ودرتها كامل 3 كويرات. دوك تشوفوني من الاخر. نتوما انا حبيتو ديروها صغار ديروهم صغار عادي، انا حبيتهم 2 خبيزات كبار وانتهينا، ما نبقاش نخبز ونعجن ونطيب. تحبوا ديرهم ميني فطائر كيما حبيتو، كل واحد يدي خبيزه تاعو كيما حبيتو خياتي. كيما راكم تشوفوا انا درتهم المره الاولى، شوفوا قيله 6 ولا 7، من بعد كبرتهم. شوفوا عندي التكشوكه تاعي فيها طوماطيش، عندي بصله، عندي سنه تاع ثوم، عندي فلفل حار حلو، فلفل حار احمر، وفلفل حار عادي ما يكونش حار بزاف بزاف، وعندي لهنا واحد الربع صدر تاع دجاج. هذه اختياريه يا خياتي، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، تحبوا ديروا غير خضره برك وتجيكم بنينه. تقدروا حتى تزيدوا لها زروديه ولا الكرجه تكون مرابيه كيما حبيتو. المهم درنا لها واحد الكميه تاع فلفل كحل غير حاجه قليله رشه، درنا لها الزيت وخليناها تقلات مليح مليح، وزدنا لها هنا مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره، طماطم تاع لي بواط، وزدت لها الملح وقليتها عادي تكتوكه عادي. وشنو نغطيها ونخليها طيب على نار قليله حتى تطيبوا لي كامل الخضره. وزد لها هنا واحد المغرفه صغيره تاع فلفل عكري حلو غير باش التكتوكه تاعي تجيني حمراء وتجيني شابه. تحبوا تزيدوها تحبوا ما تزيدوهاش عادي. كي تتاكدوا بلي الخضره تاعكم كامل طابت لكم وصدر تاع الدجاج طاب لكم، طفوا عليها وخلوها تبرد. تكون العجينه تاعكم ارتاحت، ابداو تخدموا فيها. شوفوا انا درت هنايا بابي كويسو للبنات المبتدئات اللي ما يعرفوش يردوا الفطائر تاعهم ويجوهم صعاب. هنا تشدي بابي كويسو تقطعيه دائري، وتشدي العجينه تاعك وديري لها واحد شويه تاع زيت وتبدا تحلي فيها عادي. هنا شتوني الخبيزات راهم كبار شويه. وشنو هذوك 7 خبيزات رحت لميتهم درت كل زوج في وحده باش جاتني خبزه كبيره. هنا راهي العجينه شويه ما ارتاحتليش غير لميتهم وبديت نخدم. ثم خلوهم يرتاحوا باش يساعدوكم في الخدمه، من تحليها تتفتح معك بكل سهوله ما تعيكش.
شوفوا هنايا العجينه تاعي راهي شويه ماهيش مرتاحه، شوفوا غير نحلها تعاود تولي، بصح دوك نسعفها ونفتحها غير بشويه حتى تتفتح معايا، ونفتحوها على سمك يكون رقيق شويه، باسكو راح نديرو خبزه فوق خبزه، ما راناش حابينها تجينا معجنه وتجينا شغل تجينا طيبه من الداخل مليح، متجيناش خشينه. هنا رققتها مليح مليح، سورتو الاطراف رقوهم مليح، راح نطووهم باش ما يجوناش خشان. شوفوا راني مبازيه على الاطراف، وراني موجده التكتوكه تاعي بردت لي، وعندي هذا فرماج تاع البيدون، النوعيه تاع موندور الازرق هذاك بزاف بنين خياتي، ننصحكم تشروه. وشنو انا كاين شي باطه كبيره ندي منها كميه نديرها في هكا في باخت مونجي تكون صغيره، قيس واحد النهار ولا يومين ولا 3 ايام نعاود ندي باش ما تخسرليش الباطه الكبيره. هذا ما كان، هذه كنصيحه نعطيها لكم كي تشرو طون ولا فرماج ولا ادو غير الكميه الصغيره ديروها في باخت مونجي وحدها، ولا العلبه الكبيره عاودوا خبوها في الفريجيدار عادي باه ما تخسروش كامل الكميه تاع الفرماج تاعكم. درت لهنا التكتوكه تاعي وزعتها بهذه الطريقه، والفرماج درت لهنا الفرماج رابي النوعيه تاع نابولي، عندك شباب ذوق الشيدار، ماشي نوع هذيك اللي جايه فيه ساشي حمراء، ذوق الشيدار يجي بزاف بنين ويذوب. وشنو شوفوا خياتي الخبيزه اللي راح نحطها من الفوق لازم تكون شويه صغيره على الخبزه الاولى باش ما تديريش كميه كبيره تاع العجين. هذا ماك نتوما ادوا قسموا ديروا خبزه كبار وخبزه صغار باش يجوكم سوا سوا. نفتح العجينه، شوفوا ما تحتاجوا لا فرينه لا والو، غير بالحلل وبداو تحلوا عادي، راهي فيها كميه تاع زيت مليحه ما تلصق لكم ما والو. هنا من الخبزه الصغيره لازم نرقوها، نرفدها عادي بكل سهوله شوفوا، ونحطها من الفوق. نسي كامل نغطي الحشوه تاعي باه نتاكد بلي ماحش تخرج لي كي يكون طيب فيها. ونسي نزير باه الفرماج ما يخرج ليش. هنا شوفوا خيتي سيت نوريكم كلش باش كامل تفهموا كيف كنت نخدم فيها. شوفوا سيد دخلت كامل الاطراف تاع الحشوه تاعي وبديت نزير. ماذا بينا كي تجربوها تكونوا عارفين كامل الطريقه اللي خدمت بها باش تنجح لكم 100%. كاين الاخوات العجينه تنجح لهم بصح طريقه تتلف لهم كيف يخدموها. شوفوا هنا الزوج تاعي بدا ياكل في هذاك الفرماج من شنو عجبه بزاف بزاف. ننصحكم خياتي تشروه. هنا السيد بدا يجوع وبديت هنا بديت نزرب باه نوجد العشايه. انا هنا درتهم للعشاء كيما نصحتكم خياتي ربع ساعه وانتم درتوا عشاكم. صدقوني خياتي وصفه سريعه وبزاف بنينه، تجي لداخل مفرمجه وتجي الله يبارك تذوب في الفم. واللي راهي حابه نصوروا لها ونوريو لها الفرماج هذا تكتب لي في الكومنتار عادي خياتي ماذا بيا ننفعكم ونصوروا لكم، ما كاش حتى مشكل. نتوما ما عليكم غير ديروا لي غير بارطاج وديروا لي لايك وكومنتار شباب، ونلبي لكم ان شاء الله كامل الرغبات تاعكم. كيما راكم تشوفوا حطيت عفوا لميت كامل الاطراف تاع الفطيره تاعي بهذيك الطريقه راكم شفتوني كيف درت لها، وبديت نبازي على الاطراف الرقاق فيهم شويه. شوف طريقتها سهله خياتي. ونرفد البابي كويسون، راني مسخنه الطاجين تاعي ولا المقله تاعي على نار متوسطه، ما ندير لها لا زيت لا والو، نرفد الفطيره تاعي ونحطها ونسي نساويها غير وهي خضره نقلبهم. شوفوا هنا مازال ما طابتش كامل مليح، بديت نقلب فيها. شوفوا خياتي بدا اللون تاعها يحمر، وبداو تدوروا فيها وتسيو تعبزوا فيها باش كامل تدي لكم لون واحد ويجيكم شباب. هنايا جبت المارغرين واحد هكا بالبانسو برك، بديت نغطس في المارغرين ونمشي هكاك فوق الفطيره تاعي غير باش تدي لي لون شباب. شوف هنا سيو عبزوا في الاطراف مليح مليح باش تتاكدوا بلي الحشوه ماش تخرج لكم. هنا شوفوا اللون خياتي ما شاء الله لونها رائع، غير في الكاميرا ما هوش يبان مليح، وشنو اللون تاعها هو احمر بزاف. من ذاك ندير البانسو في المارغرين ونمشي فوق الفطيره تاعي باش تدي لي لون شباب. شوف وطيبوها على نار قليله، تزربوا لها الشفطيه تاعها باه ما تطيب لكمش خضره
كيما راكم تشوفوا. ندير معكم حبه واحده اخرى باه كامل شوفوني كيف خدمتها وتجربوها بنفس الطريقه. تشدوا البابي كويسون ديروا له شويه تاع زيت، قطرات برك خياتي، راهي فيها كميه تاع زيت غير برك باش يمشي لنا العجين هذا ما كان. ونمشوها بالحلال، نسيو نرقوها سورتو في الاطراف خياتي. نجيب الفرماج تاعي، نتوما تقدروا حتى ديروا الفرماج تاع المثلثات تمشوه في الوسط وديروا الحشوه تاعكم. الحشوه تاعكم ما لازمش تنشفوها بزاف بزاف، خلوها شويه فيها لاصوص مع الفرماج وكامل راح تجيكم شغل يجيكم الداخل شغل يجيكم فيها لاصوص. هنا درت لها الفرماج رابي وجبت الخبزه الصغيره وحطيتها فوق الحشوه تاعي. نسي ندخل الحشوه لداخل باه نتاكد بلي ما حش تخرج لي. نحي لها الزوائد، هذو الزوائد خياتي ما ترموهم ما والو. شوفوا الخبزه تفضلكم كاش خبزه ولا قادره تلموهم وديروهم في كيس بلاستيكي، تقدروا طيبوهم في ذاك النهار ولا تقدروا طيبوهم حتى غدوه من ذاك. ديرهم غير في الفريجيدير ونورمال ما يصرى لهم حتى حاجه. شوفوا الاطراف كيف راني نلصق فيهم مع بعضهم. شتوني كيف طويتهم ونسي نعبص في الاطراف. الاطراف راهم هنايا راهم خشان شويه، لازم نرقوهم باه ما يجوناش معجنين. نرفدوا البابي كويسو، شوفوا طريقه سهله خياتي ما تعيكم ما والو. ترفدوا البابي كويسو تقلبوه بكل سهوله. شوفوا نقلبوها من تكون نشفت شويه، قبدوا تقلبوا 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 حتى تدي لكم اللون احمر كيما هكا ويجيكم كامل على لون واحد. شوفوا خياتي الشكل النهائي تاع الفطائر الطاجين ولا المقلاة. نتوما واش حبيتوا طيبوهم. المهم خياتي شوفوا صدقوني خياتي يجوا بزاف بنان ويجوا خفاف سورتو كي ترقوا العجينه. ما تحسوش كامل بلي راكو تاكلوا، تحسبوا راكو تاكلوا في المحاجب ماشي كامل في الفطائر. نتمنى من قلبي خياتي تجربوهم وتتمتعوا بالبنه تاعهم مع الايامات هذو تاع السخانه. نقول لكم غير هذه اللي تسلككم الى في عشاكم ولا في فطوركم. نتمنى خياتي كما راكم تشوفوا. دوك نقسمها معاكم. شوفوا الخفه والطراوه خياتي. قد ما نشكر لكم في هذو الفطائر ما نعطيلهمش حقهم حتى تجربوهم وتكتشفوا البنه تاعهم بنفسكم. نقسمها معاكم لداخل باش تشوفوها. شوفوا خياتي تحسبوا راكو تاكلوا في المحاجب ولا في البيتزا. لاباط تاعها بزاف هايله خياتي، تجي الذوب في الفم وتجي شغلي ما تجيش معلكه، تجي مبسه كما راكم تشوفوا. وتجي لداخل الله يبارك لاصوص هذيك والفرماج. صدقوني خياتي بنة هذه الفطائر راهي تعبر على نفسها. كما راكم تشوفوا الفرماج جاي عفوا يذوب ذوبان. بقى لي خياتي غير نقولكم نحبكم تشتركوا لي في القناه وما تبخلونيش. ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس، كتبوا لي كومنتير، بارطاجيو لي قناتي اكبر عدد ممكن من الناس باش كامل يستفادوا بهذه الوصفه. نحبكم في الخير، الى فيديوهات لاحقه، مع السلامه.